السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنوريكم الاسعار في تركيا وصلت لايه في سنة 2024. النهارده 15 اغسطس. الاسعار بقت جنان. تعالوا نشوف. احنا دلوقتي موجودين عند السوق المصري والجامع الجديد، ورانا كمان خليج القرن الذهبي، وادي برج جلاتا اهو من بعيد، وده كده ميدان إيمينانو. يلا بينا نشوف الأسعار راحت فين. ادي الأسعار اهو. مكسرات اهو مثلا نص كيلو، كاتبين الأسعار بالنص كيلو زي ما احنا شايفين كده. مشكل حاجات. لو نزلنا بقى على الأسعار اللي هي بالكيلو عشان تبقى الأمور واضحة أكتر، اهو فستق ب 600 مثلا، الكاجو 550، في كاجو تاني اهو، في البندق ب 460، في الفستق بتاع انتاج سعره 500، وده كمان سعره 600. وزي ما احنا شايفين كده الاسعار غليت صراحة، ما كانتش كده الاول خالص. التمر اهو ب 380. حلقوم بقى، لو بصينا على الحلقوم بقى فبرضه الاسعار غليت جدا. ده حلقوم اهو بالورد، ملبن بالورد 120، وده نوع تاني ب 120، ده الرفيع ده ب 250. في انواع تانية كمان اكيد. اللي جوه ده مثلا، تعالوا نشوف اللي جوه. حاجات بقى زي كده، ده ب 420 كله. 420 يا عمي كيخ. 420. 420 بدون تصوير، مع التصوير ناخد منك. مع التصوير هدفع كمان؟ طبعا عمي. ماشي. يطلع عليك 100 بعد الساعة. طيب خلاص، عينيا الاثنين. يلا بسيط. نهاركم ابيض. يلا السلام عليكم حبيبي. زي ما احنا شايفين كده، وادي البقلاوه اهي 600 ليره البقلاوه. فالاسعار طبعا وصلت لمرحله بصراحه فظيعه. ده محل تاني اهو برضه مكسرات، حاطط على الفستق 490. الاسعار متفاوته طبعا، بس هو كله نفس الرينج. ما كانش كده طبعا زمان. اهو اللوز ده مثلا 450، الجوز 450، المشمشيه والحاجات دي 360 هناك اهي، وهكذا يعني. بقلاوه بقى، كل انواع البقلاوه. ده اسمه شكرو افندي. شكرا ب 750 كيلو البقلاوه. شكرا. وادي ده حلقوم اهو برضو، بيبيع الكيلو ب 450، كيلو ب 450. طبعا هنا هنلاقي بقى بن محمد افندي قدام شويه. تعالوا نشوف الجبن. ادي الجبن اهي، كل انواع الجبن. كل انواع الجبن. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. تفضل. جرب. شكرا. جرب حبيبي. ماشي، هجرب بعد شويه. الصورة هذا بس هذا 279. وادي الزيتون اهو 329 عشان السفر. الايه؟ في تغليف حراري عشان السفر. وفي تغليف حراري كمان، الراجل بيقول في تغليف حراري. abi hazır. Senin bekliyorum. وده كمان المشوي. بيرن المشوي ب 279، الزيتون المشوي. شكرا حبيبي، هجيلك. فطبعا يعني هي الاسعار غليت كتير عن الاول، ما كانتش كده ابدا يعني. هنخش دلوقتي نشوف بقى ايه، نوصل كده عند بن محمد افندي نشوفه وصل كام، سعره وصل كام. اهو زي ما انتم شايفين كده.
حنفيه تاريخيه كده شكلها جميل جدا. فتحوها، ما كانتش شغاله زمان، فتحوها دلوقتي. اهو ده بقى حاطط بقى ايه بقى؟ تمر بقى بجميع انواعه، اهو 200 575 245 495 ده ب 975 ما شاء الله. الاسعار حاجه يعني ايه جميله 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 يعني، حاجه تحفه بقى. جبنه الرومي 260 سجق المحل ده اللي انا بجيب منه شخصيا جبنه رومي وجبنه بيضه تحفه. الراجل الطيب ده على طول تيجي له يدوقك على طول. عندهم حاجات جميله 290. وادي الجبنه الرومي هم 280 تحفه. المحل ده بنجيب منه حاجاته كويسه دايما. صفا ده مشهور بتاع البقلاوه. وطبعا الاسعار طبعا اهي، الجبيدي ب 770 دي ب 1180. السلام عليكم ودي ب 770. المهم يعني ان في ايه، وعاملين علب بقى كده 938 610 حلقوم يعني انتوا كده تقريبا خدتوا فكره عن الاسعار وصلت لحد فين. عند السوق المصري، احنا بره دلوقتي عند السوق المصري بره. هنا البسطرمه بقت ب 1200. بس بصراحه برضو جوشكون بسطرمه نمره 1 1200 تحفه. ده منفذ بتاع مصنع اصلا، تشتري من عنده كل منتجات اللحوم. كل منتجات اللحوم موجوده عنده. حاجه جميله واسعاره الى حد ما. هي الاسعار عموما غليت بقى، شو بالنسبه كانه منفذ يعني، فاسعاره اقل من بره رغم ان هي غاليه، بس هي برضو اقل من بره. محمد افندي هنخش عليه دلوقتي. محمد افندي في وشنا اهو على اليمين. شوف كيلو البن كمان وصل بكام. اهو محمد افندي كاتب كيلو البن ب 460 اهو. ده كده بن مهمة افندي. صور لكم قائمة الاسعار بتاعته اهو. هنا رحت البن اتجنن طبعا، ودي قائمة الاسعار اهي. والناس واقفة طابور، ده كله طابور البن بتاع محمد افندي. دي كده كانت فكرة بسيطة عن الأسعار. وصلت كام في 2024 أغسطس 2024. ده برضو صفا اهي. البقلاوة دي ب 850. دي كده الأسعار اهي. ازازة المية ب 10 ليرة يا جماعة. كانت بليرة الأول و2 ليرة، بس اللي حصل بقى. في هنا كمان محل بن مشهور جدا اسمه نوري توبلار. برضو البن بتاعه يعني ما نقدرش نقول ان هو مش في مستوى محمد افندي، بل هو احسن كمان من محمد افندي. هو المحل بتاعه هيقابلنا على الشمال دلوقتي اهو. اليافطه البيضه بتاعته جايه على الشمال اهي، مكتوب عليها كركه باجي نوري توبلار. بصراحه البن بتاعه انا شخصيا بحبه احسن من بن محمد افندي كمان. محمد افندي واخد الشهره كلها، لكن نوري توبلار بصراحه هو عندي انا رقم واحد، وعند ناس كتير عايشين هنا هو رقم واحد. حاجه تحفه بعد محمد افندي على طول. محمد افندي هناك اهو، وباب السوق المصري
وده نور طبلار. يلا تحياتي ليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير، وتسيبوا لنا تعليق او استفسار او اي حاجه نقدر نساعدكم فيها. تحياتي ليكم من اسطنبول، السلام عليكم.